السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الهريسة المحشية، حلوة جدا. هنحشيها كده من نص مكسرات، وهقولك على طريقة سهلة انك تحط طبقة البسبوسة من فوق ومن تحت وما تتكسرش معاكي وتبقى مسوية زي ما انتوا شايفة كده، تطلع منك حلوة قوي وجميلة جدا. لو انت اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اشتركي في القناة، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير للفيديو ده. النهارده هنعملها بشكل سهل جدا، وهقولك على المقادير حتى الصينيه اللي تحطيها فيها عشان تطلعي ايه الارتفاع المناسب. الارتفاع ده كان تمام وحلو قوي، بس هنحكي بقى واحنا ايه في الفيديو. هعمل اول حاجه الشربات، كوبايه ونص من السكر، هحط عليهم كوبايه ونص من الميه واحطهم على النار يغلوا من غير اي حاجه للوقت. هنكمل بقى الشربات اما يجي هوريهولكم. هنحط دلوقتي كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص ميه. وافضل حاجه تعمليها ان انت تعملي الشربات وانت بتبداي في عمل البسبوسه. عندي هنا الصينيه دي مقاس 25، ودي الصينيه هيطلع لك ايه الارتفاع الحلو. نص كيلو لو احنا بنعملها بسبوسه ريقه واحده بنعملها في صينيه 30. نص كيلو بتحط في صينيه ايه مقاس 30. اما ما انا عايزه اعمل طبقتين من الهريسه فهحطها في صينيه 25، بيكون الطبق ايه معتدله، مش تخينه قوي زياده عن اللزوم ومش رقيقه يعني، ومش رفيعه قوي عشان اعرف احط الطبقتين فوق بعض. فدي صينيه 25. هنحط ايه في قلب الحله؟ حطيت كوبايه من اللبن. الهريسه بتبقى سوائلها اقل علشان بتكون قطره. كل ما قللنا سوائل البسبوسه او الهريسه تدي تراوق معاكي. فمعايا كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن، ان كان لبن او رايب او اي او ميه حتى، ولا بتفرق في اي حاجه، المصنع بتشتغل بميه عادي. المهم نص كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه. طبعا المقادير دي مش مقادير بسبوسه خالص، انا ولا قوام حتى بسبوسه، علشان برضو نقدر نفردها لان هي بتكون طبقتين. عشان ما تقوليش ديت بسبوسه، لا دي هريسه طبقتين فوق بعض. فالمهم حطيت نص كوبايه من السكر، عليها نص سمنه، عليها نص من اللبن، وحطيتهم على النار كده على نار هاديه خالص علشان افك الخليط ده بالذات احنا في الساعه، واقلب السكر بتاعي. وهنزل معلقتين من عسل الجلوكوز، واحنا طبعا عارفين ان عسل الجلوكوز برضو ايه محتاج على النار. فالنار مش فايدتها اكتر من هي تدوب المقادير دي كلها في بعضها. احنا مش عايزين خليط سخن خالص، احنا عايزين خليط متدوب في بعضه. تمام. فاحنا هندوب كده على النار زي ما قلت لكم، كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من اللبن، معلقتين من عسل الجلوكوز. لو في عسل الكنافه او السرم بتاعها تمام مفيش اي مشكله، بس السرم بتاعها بيكون خفيف يعني، لو كنافه ازيد احسن يعني. المهم قلبتهم كده، بخرج بقى منهم الدخان والهواء كده، تقليب كده على السريع لغايه ايه ما يهدوا، وسبتهم 5 دقايق كده ما هدوا كده. وبعد كده نزلت بنص كوبايه من دي البسبوسه عليهم. هحط عليهم كده نص كيلو من دي نص كوبايه ايه مش عارفه في ايه. المهم بدهن كده، بدهن الصينيه بتاعتي سمنه كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بحط عليهم نص كيلو البسبوسه، وبحط عليهم نص كوبايه من جوز الهند، جوز الهند. هحط نص كوبايه من جوز الهند. وجوز الهند كده اساسي فيها، عايزه تستغنى عنها يبقى انت بتحولها لبسبوسه، يعني هي الهريسه اساسها جوز هند اصلا. حطي نص كوبايه، ودي اللي كانت متوفره عندي، وعلى فكره ممكن تحطي مقدار اكتر من كده قدامك، لتلات ارباع كمان كوبايه عادي بيبقى حلو قوي مع النص كيلو. وانا حطيت الحقيقه نص كوبايه بس. وهحط كمان نص معلقه من البيكنج باودر، علشان انا هعملها طبقتين. خلاص يا مال. علشان انا هعملها طبقتين لازم ايه هحط نص معلقه من البيكنج باودر. الحقيقه في ناس بتقولك ان مثلا ايه البسبوسه ما بتاخدش بيكنج باودر. انا معاكم، وانا من المدرسه دي، من المدرسه اللي اقولك انا ما بحبش احط في البسبوسه خالص بيكنج باودر. اما الهريسه دي لازم استخدم لها بيكنج باودر علشان الارتفاع برضو بتاعها. في تكات لازم تعمليها علشان ايه مثلا ايه، انا الارتفاع ده لازم ايه، لازم العجينه تبقى ماسكه، لازم العجينه زي ما انتم شايفين كده عجين رملي، بس مش عجين خليط بسبوسه سايب وكده، لا خليط جامد رملي زي ما انتم شايفين كده، عشان اقدر اعمل طبقتين من الهريسه. ولازم كمان احط لها مثلا ايه نص معلقه بس من البيكنج باودر، نص معلقه ممسوحه مش ملانه ولا حاجه. فعلشان برضو الارتفاع ده لازم اعمل كده. وفي حته برضو لسه جايه لازم اعملها ما بعملهاش في البسبوسه. النهارده انا بفرق لكم ليه، علشان طريقة الهريسة مش مشهورة زي طريقة البسبوسة. اما البسبوسة ناس كتير بتعرف تعملها، او ناس بتتلخبط بين ديت وبين ديت. فايه فانا عاملة عندكم معاكم على القناة طريقة تانية للبسبوسة حلوة جدا، وزي المحلات بالظبط وتمام وجميلة. وعملت برضو الطريقة دي حلوة قوي. الحقيقة نص كيلو السميد، رغم ان الحاجة كلها غالية وكل الخامات غالية غلا، بس مش عارفة مفيش فيه بركة ليه حقيقة يعني.
المهم انا حطيت بقى المكسرات بتاعتي، حطيت برضو في المكسرات جوز هند، احط رشه كده من شويه من جوز الهند كده، حوالي برضو نص كوبايه تانية، يعني ما كانش عندي الا كوبايه، قسمتها شويه في الخليط وشويه في ايه في الحشو. حطيت بقى بندق، حطيت سوداني، حطيت زبيب، كل ده في الحشو كده. البندق الحقيقه يعني المفروض انك تكسريه اكتر من كده، لانه ضايقني جدا وانا بفرد الطبقه اللي بعدها، وكان مكلكع كده، اكتر حاجه كانت مكلكعه، كان الزبيب اختفى والسوداني اختفى وكل حاجه اختفت. اما البندق المفروض يتجرش اكتر من كده عشان ما يكلكعش معاكي في الطبق اللي فوق. انا بقول لكم الصراحه واللي انا عملته الحقيقه يعني، والحقيقه انا اول مره احط فيها بندق بالشكل ده كده، علشان كده ايه ما خدتش بالي، لكن انا بعملها على طول، وعاملاها معاكم قبل كده على القناه وكانت حلوه جدا. المهم بقى في ناس ممكن تعمل ايه، تجيب كيس تلاجة وتساوي طبقه من البسبوسه وتقلبها على الايه على الطبقه دي. وفي ناس بقى تعمل زي ما انا هعمل كده، اكننا بنعمل معاها زي ان اكنها كنافه كده، وتقطعي كده وتفردي حته حته وتفروليه كده، وتبداي بايدك بقى تساوي. بس المفروض ان ايدك تكون نظيفه، لان لو ايدك فيها بسبوسه هتلاقي الطبقه بتطلع معاكي كده كلها وتلزق في ايدك. فاهميني؟ لان المكسرات كده عامله عازل بين الطبقه دي والطبقه دي. فانتي بقى خلي ايدك ناشفه. انا رحت غسلت ايدي عشان ما يبقاش فيها بسبوسه من العجين او من تقليب الطبقه الاولانيه. وبعد كده بقى هجيب حله فيها ميه جنبي، عشان لازم اسوي الوش بميه. الوش بتاعها لازم تتسوى بميه علشان تكون طريه معاكي، والوش بتاعها بتاخد لون حلو جدا. والطريقه دي طريقه المحلات كلهم بيسووا وش، ان كان بسبوسه ولا ان كانت هريسه، بميه. يعني تبلي ايدك من الميه وتساوي الوش بتاعك، وبيخلي الوش املس ويخلي وش البسبوسه حلو قوي، وبيدي لون حلو جدا. متستغربيش من المعلومه دي، لازم تسوي وشها بميه بتدي حلو لون حلو جدا. المهم كده انا بدأت كده انزل البندق بايدي، لان هو زي ما قلت لكم هو اللي تعبني جدا، لان هو اللي كان اعلى حاجه في ايه في المكسرات، فتعبتني شويه. المهم بقى بدات اجيب الميه والبندق اسوي كده ايه بايدي اي حاجه طالعه. وهي طبعا الطبقه ديت اول ما تدخل الفرن هتعلى شويه وتزيد شويه، فالموضوع كله بالدره، ما بقاش ايه حاجه باينه ولا اي حاجه. بس انا مش عايزه حاجه باينه برضو عشان ما تتحرقش، فبقيت ادخل كده بصبعي واحاول اني اساوي على قد ما اقدر الطبقه اللي فوق. وعلى فكره بتستوي بسهوله وبتدخل الفرن بتبقى حلوه جدا، والطبقه دي بتعلى، مبقاش اي حاجه باينه. وما تخافوش وما تقلقوش، اعملوا الطريقه زي ما انا عملتها كده، وحلوه جدا وجميله قوي. اخلص بقى الوش، نفس الحله اللي كنت بشتغل بيها، حطيت فيها كده شويه ميه زي ما انتم شايفين، وبدات كده اني احط ايدي من الميه، بل ايدي ميه وابدا اساوي. الطريقه دي بتساوي البسبوسه معاكي او الهرسه زي الفل، حلوه جدا وتخلي وشها حلو قوي. حطيتها بقى في الفرن على درجه حراره الفرن العاديه، ما بوطيش الفرن ولا اي حاجه خالص. وبعد كده رحت للشربات، حطيت له نص ليمونه، وحطيت له ايه معلقه من الفانيليا وسبته يغلي. اهم حاجه ان الشربات يطلع وهي تطلع من الفرن، الاتنين يكونوا معمولون في نفس الوقت، فالاتنين يطلعوا مع بعض وبيديكي نتيجه حلوه قوي. لازم شربات الكنافه او البسبوسه يكونوا خفاف، وتكون ان هي دي سخنه ودي سخنه، علشان نسمع صوت التش والدخان الكتير اللي هتشوفوه دلوقتي. هي دي اللي بتديك الطراوه بتاعت البسبوسه وبتخليها لك حلوه جدا. وطبعا شويه الميه احنا حطيناها على الوش هتخلي الوش جميله قوي ولونه حلو، وبظبط الدنيا معايا ومسوي الدنيا معايا زي ما انتم شايفين كده، ولا في مكسرات باينه ولا في اي حاجه. هي البندقيه دي اللي الظاهر غلسه كده. المهم بقى الشربات سخنه وهي سخنه، وهننزل كده مره واحده كده ونديها كده بقى الشربات في كل حته. كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه، شربات ممتاز جدا للبسبوسه، حلو قوي. انا كمان بسيب منه شويه، لاني انا مش بحب الحاجه مسكره قوي. اما حاجه لو انت عايزه حاجه حلوه، هو مظبوط تمام زي ما قلت لكم، حلو جدا ومظبوط. وهسيبها بقى تشرب الشربات بتاعها. وطبعا احنا ما بنستناش، يعني انت استني ما تشرب الشربات بتاعها، وكفي عليها صينيه كده 5 دقايق، وبعد كده هتيجي تلاقيها شاربه الشربات كله، وتكون طريه معاكي وحلوه. يعني غطيها حوالي 5 دقايق لحد ما تهدى. اما طبعا على مين ولا مين اللي هيستنى؟ فيش الكلام ده عندنا. هنعمل ايه بقى؟ يعني احنا بندخل اصلا صينيه البسبوسه، وبيبقى في شعب عندك بقى بيقول شوفوا انا بوريكم سمكها حلو جدا. فكره هي مش واطيه ولا حاجه او مش زي اي بسبوسه، لا هي عاليه شويه، واخده كده المكسرات من جوه، وطعم البندق فيها تحفه يا بنات وجميل جدا. بقى لو عندك عين جمل او مكسرات بقى او فستق او لزوم، تديها طعم تاني وحلاوه وجمال ما اقولكوش. وزي ما قلت لكم شايفين بقى المكسرات، انا بحاول بس اجيب لكم كده هي قد ايه جميله وطريه، المكسرات بتاعها حلوه جدا، حلوه قوي. المكسرات بقى في النص بقى، وتجرشي كده تلاقي حته بندقيه جت، الله الله ما شاء الله، كانت حلوه جدا 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 وطريه وجميله، كانت الحقيقه حلوه قوي قوي قوي. وشايفين
انا بحاول بس اوريكم هي ده طريقه، بس انا بنسى. يعني اجي اكل خلاص بقى تلاقيني بقى هقف اخلص الطبق قدامكم. شايفين الصينيه عامله ازاي، وطبقه المكسرات في النص حلوه قوي ما شاء الله جميله. خرطنا الصينيه دي، كان في امل ان الصينيه دي يتبقى منها حاجه لتاني يوم، بس الحقيقه الامل ده راح وانهار. وقعدنا كلنا الصينيه في نفس الوقت. يلا بألف هنا على قلبهم، بألف هنا كل اللي كل منها. اعمل ايه؟ الحقيقه كنت عايزه ان يفضل حاجه، بس الحقيقه ما فضلش، يعني ما فضلش الحقيقه. عملتها بعد العشاء كده وكلناها وكانت حلوه جدا. اعملي لاولادك في البيت كل حاجه بايديكي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.